دي بقى الطريقة الاقتصادية اللي هنعرف نوفر بيها ونطلع الكمية اللهم بارك اللي انت شايفاها دي. لو جبتيها من اي سوبر ماركت مش هتكلفك اقل حاجة 1000 جنيه. طيب انت بقى ليه تعمليها وتجيبيها ب1000 جنيه؟ طب ما انت ممكن تجيبيها ومش هتكلفك اكتر من 125 جنيه لو انت هتجيبي ربع كيلو. بصي يا ست الكل، ال125 جنيه دول هيعملوا لك ال3 اكياس اللي انت شايفاهم دول. وتعالي بقى حطي معلقتين كبار كده من الزبدة وانزلي بيهم بالحبة الحلوين اللي انت شايفاهم دول، يا دوب كانوا نص كيس بس مش اكتر. واربع بيضات وشوحي وطلعي بقى احلى بسطرمة اقتصادية، او البسطرمة العراقي الاقتصادية. الله يبارك لهم بجد ويحسن بين ايديهم اخواتنا العراقيين، بجد ما شاء الله عليهم شاطرين جدا. شفتوا الطاسة الجميلة دي؟ احنا عملناها من نص الكيس اللي انا بوريهولكوا ده، ولسه عندنا كمان كيسين ونص كبار هنشيلهم في الفريزر نستخدمهم اي وقت. اول حاجه نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وانا جبت هنا 200 جرام من اللحمه المفرومه وضربتها حلو قوي في الكبه، وبعد كده هرجعها تاني الكبه اهو. انا كنت بس بنزلها عشان اوريها لكم. وبعدين هضيف عليهم حوالي 3 فصوص كبار من الثوم. وبعد كده هنضيف عليهم حلبه هنجيبها من عند العطار تكون مطحونه. انا هنا الحلبه اللي كانت عند العطار للاسف كان فيها سمسم، فانا استخدمتها عادي جدا لان هي كانت برضو طعمها حلو. هي الحلبة المطحونة اللي احنا بنجيبها. وبعد كده هناخد من كل حاجة نص معلقة، نص معلقة بابريكا، نص معلقة توم بودرة، نص معلقة بصل بودرة، ونص معلقة من الملح، ولو عايزة تحطي نص معلقة من بهارات السجق. وزي ما شفتي أنا هنا حطيت شوية صغيرين خالص من اللون مش ده مش لون، ده اللون بتاع البنجر. يعني انا كنت حطيت البنجرايه كده وحطيت لها نقطه ميه وسبتها عشان اخد اللون بتاعها، بس هو ما ادانيش النتيجه اللي انا عايزاها. فانت عايزه تحطي لون صناعي براحتك، مش عايزه خليكي كده زيي انا اشتغلت على طول من غير لون صناعي ولا حاجه، وهي طلعت في منتهى الجمال. اهم حاجه طعمها يكون كويس. عايزه لونها بقى احمر يبقى حطي اللون الاحمر. وهنبدا نضرب كده ضرب متقطع لحد لما تنعم معانا خالص وتبقى زي العجينه كده شايفاها. طيب كده هنسيبها ترتاح 5 دقايق ونبدأ نجيب الأكياس بتاعة التلاجة اللي هنحطها فيها. هي بقى الفكرة كلها في الموضوع ده. أنا جبت هنا 3 أكياس حطيتهم علشان أوفر على نفسي كده المجهود، وجبت بقى إيه الزيت ونزلت بنقطة زيت. عايزة تحطي نقطة الزيت حطي، مش عايزة هي مش هتفرق. أنا حطيتها في كيس وكيس التاني ما حطيتهاش، بس هي ما بتعملش حاجة يعني، هي مش هتفرق كتير. تمام. انا بقولك على التجربه اللي انا عملتها بالملي علشان خاطر ما اكونش كدبت عليكي في حاجه. بجد طعمها كان في منتهى الجمال. خدت بقى كوره كده متوسطه على حسب الكيس، وهبدا بقى ايه افرد كده بايدي. ما عرفتيش تفردي بايدك احنا عايزينها تكون مفروده كويس جدا. هنجيب النشابه او الشوبك وهنبدا نفرد. فضي كده الدنيا حواليكي. طبعا انا بحب الدنيا تبقى مكركبه حواليا عادي يعني. فضي الدنيا، لا طبعا لازم تفضي الدنيا حواليك عشان ما تعمليش اي حاجه. ابداي افردي بقى لبره لبره، يعني افردي لبره ما تفرديش زي كده انا فردت الاول في الاول لجوه، لا هي بقى المهم ان انت تفرديها. افرديها خليها طبقه رقيقه خالص 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 على قد ما تقدري افردي. حتى لو اتقطعت منك ما تقلقيش مش هيجرى لها حاجه، هي كل ما تكون رقيقه الطبقه بتاعت اللحمه مش هتديكي طبقه سميكه. خلي بالك ان انت لو ما فردتيهاش كويس جوه الكيس مش هتديكي النتيجة كويسة، هتديكي تطلع معاكي لحمة مفرومة. انتي واخدة بالك؟ ولازم تطحنيها كويس في الكبة. تمام. بجد ربنا يبارك فيهم اخواتنا العراقيين، ده اختراع يا جماعة. انا اللي انا اعرفه ان هو عراقي، انا مش متأكدة. واتمنى اخواتي العراقيين الغاليين على راسي يقولوا لي كده في الكومنتات دي فعلا عندهم كده ولا لا. هنجيب بقى اي عصاية شيش تاووك ونقسمها. عايزة تقسميها زي ما انا قسمتها قسميها، مش عايزة براحتك خالص. عايزة تسيبيها زي ما هي مش هيجرى لها حاجة خالص، بس ايه دي بتسهل عليكي لما تيجي تقطعيها. وهتدخليها الفريزر هتاخد حوالي ساعة بالظبط. وبعد كده طلعيها واعملي اللي انت عايزاه فيها. تعملي بقى بالبيض، تعمليها بطماطم وفلفل زي ما انت عايزة. هنا بصي ابراهيم كان بيلعب فيها عادي جدا. انا بوريكي اهو الاكياس كلها برتبها بحيث ان انا عايزاها تبقى رقيقة. اهم حاجه تكون رقيقه. لو حسيتيها انها لسه سميكه اديها ايه خبطه كده بالشوبك او بططيها كده بايدك على قد ما تقدري. انا هنا قسمتها، بس بيني وبينك يعني التقسيمه ما بصي انا شفتي زي ما قلت لك اهو. حسيت انها لسه سميكه فبدات افرد تاني عشان انا مش عايزاها سميكه. لو طلعت سميكه هتطلع معاكي لحمه مفرومه، مش هتديكي النتيجه بتاعه البسطرمه الحلوه اللي احنا بنحبها.
الناس اللي ما تعرفش يعني ايه بسطرمه، اللحم المقدد، او يعني زي ما بيقولوا كده احنا بنسيبها اللحمه الجافه. يعني احنا بقى ايه عملناها، ما خدتش، شفتي انا بقول لك هنا ما خدتش مني وقت خالص. وزي ما انت شايفه اهي اللهم بارك، هتطلع اهي بصي، طالعه الشرايح بتاعتها رفيعه وبتتقطع بسيط جدا وزي البسطرمه بالظبط، وطعمها نفس التيست بتاع البسطرمه بالظبط. هتطلع معاكي اللهم بارك في منتهى الجمال والسهوله. وما تنسينيش بقى في اللايك والكومنت الحلو، واشوفك على خير في الفيديو اللي جاي.